السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبيباتي. جبت لكم هذه الفكرة الشابة المفيدة في المنزل نتاعنا. عندها عدة استعمالات. طلبتها مني الزبونة نتاعي باش نخدمها لها، وقلت علاش لا ما نشاركاش مع المتتبعات نتاوعي. هي قالت لي خدميها لي باش نحط عليها الماعن ينشفوا، زعما تحطها فوق البوطاجي. لكن هي عندها عدة استعمالات. يمكنكم ديروها كما الطابي عند الباب تاع صال دو بان، ولا تساعدك في اللي عندهم لي بيبي في تغيير الحفاض، تحطي عليه البيبي وتغيري له. عندها عدة استعمالات. تابعوني من فضلكم وإن شاء الله تعجبكم الفكرة وتطبقوها ولما لا. يلا نبداو حبيباتي. هنا عندنا هاد الجلد تاع مانع التسرب، وعندنا هذيك السربيته راه تنباع بالمترا. انا زدت درت لها هذاك القماش الابيض كتبطين، تجي شويه تزيد في السمك نتاعها. نتوما حبيتوا الى عندكم زاوره قديمه ولا لاواط ولا اي حاجه نتوما تزيدوها تحبوا تزيدوها. وهنا تحطيها الوجه يشوف عندك، وديري لها خطوط، طرحيها ويكون هذاك ما بين الخط والخط 5 سنتيمتر ولا 4، انتي واش حبيتي. هكذا نطرحوها بخطوط عمودية. هاني كملت الطابي تاعنا. خرجت هايلة، خرجت شابة ما شاء الله. شوفوا شحال شابة البنات، هايلة بزاف وعملية جدا. كما راكم تشوفوا درت عليها كامل بلو بي. وتحبوا ديروا لها تقطعوا كما البي، تقطعوا من نفس القماش تاع مانع التسرب، تخدموه كشريط طويل وتدوروا عليها كامل.
هذه هي النتيجة الأخوات، إن شاء الله تكون عجبتكم وتطبقوها. أنا عجبتني الحقيقة، عجبتني بزاف. وما تنساوش حبيباتي الجيم والبارطاج، ونحب تعليقاتكم ونحبكم ونموت عليكم حتى نتوما. يا السلامة.